طبعا اللي بيحصل في الزمالك ده وضع طبيعي. يعني هتقولي وضع طبيعي ازاي؟ انا متوقع القصه دي من فتره كبيره، ان كثره التغييرات والتدخلات والحاجات اللي بتحصل داخل نادي الزمالك لازم هتؤدي الى انهيار. هتقولوا لي انهيار ازاي؟ ما هو الزمالك برضه نادي كبير. طبعا الزمالك نادي كبير وعمره ما هينهار، ولكن بتكلم على فريق كره القدم. اللعيبه، انا هقول لكم كلام النهارده ممكن ما حدش بيقوله. اللعيبه بتاعت نادي الزمالك بقت مستصغره نفسها جوه نادي الزمالك، بقت حاسه اللي بيحصل. انا بقول لكم كلام بقى من لعيبه في الفرقه، يعني كلام لعيبه بتقوله لي في الفرقه. اللعيبه حاسين ان اللي بيحصل حواليهم ده تهريج. لعيبه الزمالك ما بقوش خلاص حاسين بهيبه نادي الزمالك، مش حاسين ان هم بيلعبوا في نادي كبير، رغم ان نادي الزمالك نادي كبير وكيان كبير جدا وشعبيه وجماهيريه كبيره. يمكن هي والنادي الاهلي هم الاكبر في مصر والشرق الاوسط وافريقيا وفي المنطقه العربيه. ولكن لعيبه الزمالك من كثره التغييرات والحاجات الكتير اللي بتحصل من اداره نادي الزمالك، ومدربين بيمشوا ومدربين بييجوا، ونفس المدربين هم اللي بيمشوا ونفس المدربين هم اللي بييجوا، وده بقى مدير كوره وده بقى مش عارف مين، وده اللعيب جواه خلاص حاسس ان هو في تهريج حواليه. هو ما بقاش مقتنع ان هو هيقدر يحقق حاجه مع النادي، مش هيقدر يحقق بطوله. اللعيب بقى، يعني عايز اقول لفظ يعني يمشي كده معانا من خلال التلفزيون، مش عايز اقول اللعيب بقى مستقل بالفرقه بالنادي. يعني في انا ككريم، انا زملكاوي طبعا، كلنا زملكاويه او الناس الزملكاويه وهم هيفهموا كلامي، قاعدين خلاص قدام الفرقه. طعم وحلاوه متابعه نادي الزمالك وتشجيع نادي الزمالك راح من جماهير الزمالك. جماهير الزمالك بقت قاعده قرفانه بالمعنى البلدي. انا هقول لكم كلام كده، يعني كلام كاحساس الناس الزملكاويه اللي قاعده بتتفرج. طعم يعني دايما الزملكاويه بالذات وهم يفهموا كلامي، لما الزمالك بيلعب ده بالنسبه للزملكاويه حاجه كبيره قوي، بتبقى متعه، واحنا قاعدين كده بنتابع نادي الزمالك وبنتفرج على الزمالك وعايزين الزمالك يكسب. لما بنشوف الفنانه البيضاء ام خطين حمر دول في الملعب او بيبقى في ماتش، بيبقى كل الزملكاويه قاعدين مستنيين يستمتعوا بفرقه نادي الزمالك. دلوقتي جماهير الزمالك قرفانه، لعيبه الزمالك قرفانه، مدربين نادي الزمالك قرفانين. يعني في بعض افراد الجهاز الفني في نادي الزمالك قرفانين بيضحكوا. الناس اللعيبه بدات تتريق يا جماعه. لعيبه الزمالك بدات تتريق على الاوضاع اللي بتحصل يعني لما تعرفوا الاحاديث الجانبيه او السريه ما بين اللعيبه وبعضها بيقعدوا يتريقوا. على فكره وحياه ربنا انا بقول لكم كلام بجد، بيقعدوا يتريقوا على الاوضاع اللي بتحصل في الفرقه. ساعات بيقعدوا يضحكوا بينهم وبين نفسهم على الكلام اللي بيقوله المستشار مرتضى منصور. انا ممكن يعني ما اقولش الكلام ده، لكن اللعيبه بينها وبين بعضها بتقعد تتريق وتضحك على الكلام اللي بيقوله المستشار مرتضى منصور معاهم في الاجتماعات. ما بقوش مقتنعين ان الفرقه دي او النادي ده او الكيان ده هياخد بطوله او هينافس او كده. روحوا بقى الناحيه الثانيه، معسكر النادي الاهلي، او حتى دلوقتي هقول معسكر المقصه، الفرقه اللي بتنافس النادي الاهلي، هتلاقي في تركيز، في جديه، فيش تهريج، فيش تغييرات، فيش تدخلات. محمود طاهر رئيس النادي الاهلي بيمارس صلاحياته ودوره واختصاصاته. مدير قطاع كرة القدم بيمارس دوره واختصاصاته، كل واحد في شغله. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي عارف حدوده ووظيفته واختصاصاته. المهندس محمود طاهر شفته 5-6 مرات مع النادي الاهلي من ساعة ما هو مسك رئيس نادي، بيروح يتفرج على التمرين، يقعد يتفرج كده على التمرين. ممكن الكلمة اللي يطلعها المهندس محمود طاهر للعيبة الاهلي: شدوا حيلكم يا رجاله، عايزكم تفرحوا النادي وتفرحوا الجماهير. وساعات ما بيقولهاش، بيقعد بس كده يتفرج على التمرين كنوع يعني تحفيز.